يا أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فلوس من الصفر. والنهاردة جايب ليكم حاجة مش طبيعية. كل اللي مهتم بسعر الذهب ومستقبل الاقتصاد لازم يشوف الفيديو ده. مش بس هتكلم عن قرارات الفيدرالي الأمريكي، ده كمان هتكلم عن تأثير القرار دوت على أسعار الذهب في مصر بشكل خاص وفي العالم بشكل عام. فاستعدوا لأن التوقعات مش هتصدقوها. فيلا بينا نبدأ مع بعض. وأهم حاجة دلوقتي تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا، خصوصا لو انتوا بتتابعوا أسعار الذهب وكمان مستقبله في الفترة اللي جاية إن شاء الله. محتاج كل تركيزكم دلوقتي علشان هتكلم عن الحكاية ونفهمها بشكل كويس. طيب، تم إصدار قرار مهم جدا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفايدة بنسبة 25% وتوصل ل4.25% و4.5%، وده حصل في آخر اجتماع ليه في 2024. يمكن تقولوا ايه دخل ده بالذهب؟ بس الحقيقة انه مؤثر بشكل كبير، مش بس على الاقتصاد الامريكي، لا ده على الاقتصاد العالمي كمان. يعني بكل بساطة لما الفيدرالي يخفض الفايدة ده بيؤدي الى حركة في اسعار الذهب. طيب ليه؟ ببساطة لما أسعار الفايدة بتقل المستثمرين بيلجأوا للذهب كملاذ آمن، خصوصا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. وكمان الشركات والناس العاديين بيبقوا عايزين يحتفظوا بالذهب علشان يكون عندهم أمان ضد التضخم. لكن في نفس الوقت الفيدرالي بيقول إنه مش هيسكت وهيقول خلاص كلمته الأخيرة. وهنا هنشوف إجراءات تشددية في المستقبل. ومن ناحية تانية نتكلم عن تأثير بقى القرار دوت على سوق الذهب في مصر. توقعوا ان سعر الذهب في مصر هيبقى فيه انتعاش في بداية السنة ان شاء الله الجديدة 2025، وده بسبب التوترات الجيوسياسية اللي بتزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن. فمتخيل مثلا سعر الجرام هيكون كام؟ طبعا في تخمينات بتقول ان ممكن يوصل ل 4150 او 4200 جنيه، وناس تانية شايفة انه ممكن يوصل لمستوى ال 4500 جنيه في نص السنة. وايه السبب في كده؟ طبعا بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، وخصوصا ان البنوك المركزية بتزود مشترياتها من الذهب كجزء من استراتيجية التحوط. لكن ده مش كل حاجة، لان التوترات الجيوسياسية ممكن تخلي الامور تخرج عن السيطرة، وده يعني صعود غير مسبوق في اسعار الذهب. يعني مثلا اذا تحولت الامور لحرب اقليمية او دولية لا قدر الله، متخيلين سعر الذهب ممكن يوصل لقد ايه؟ احنا بنتكلم على مستويات 3000 دولار للأوقية. لأول مرة في تاريخ الذهب تحصل كده طبعا. ده غير الارتفاع المتوقع في سعر الجرام في مصر اللي هيبقى زي ما قلنا 4500 جنيه تقريبا. طيب دي كانت الوجبة التقيلة عن مستقبل الذهب وتوقعاته. عايز أقول لكم حاجة، الفيديو ده مش كل حاجة. لو عايزين تعرفوا أكتر وإزاي تستفيدوا من الفرص في الاستثمار اعملوا لايك وشيروا الفيديو لكل أصحابكم، وكمان اشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين. وبالنسبة لأي استشارات أو استفسارات ممكن تتواصلوا معايا في التعليقات أو على صفحتي على الفيسبوك. عشان تعرفوا أكتر أنا عندي فيديوهات كتير بتكلم فيها على موضوعات مشابهة زي فيديو النهاردة. مهتم جدا أسمع رأيكم في الفيديو اللي فات على القناة. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.